السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. مرحبا إخواني أينما كنتم. فيديو اليوم سنتحدث عن لماذا فضلت الجامعة تعيين محمد وهبي بدلا من الأرجنتيني خوخي سامباولي. كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن المدرب الأرجنتيني خورخي كان من بين الأسماء التي درستها الجامعة المغربية لكرة القدم لخلفة وليد الركراكي على رأس المنتخب الوطني قبل أن يقع الاختيار في النهاية على الإطار الوطني محمد وهبي. وبحسب ما أورد موقع ماركا الإسباني، فقد جرت خلال الفترة الماضية مشاورات بين سامباولي ومسؤولين داخل الجامعة المغربية لكرة القدم، حيث تم بحث إمكانية تولية تدريب المنتخب المغربي خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الدولية القادمة. وأشارت المصادر ذاتها أن المدرب الأرجنتيني الذي سبق له تدريب عدد من الأندية والمنتخبات الكبرى أبدى اهتماما بقيادة المنتخب المغربي، خصوصا بعد الأداء القوي الذي قدمه الأسود الأطلس في السنوات الأخيرة في الساحة الدولية. غير أن الجامعة الملكية لكرة القدم فضلت في نهاية المطاف خيارا آخر، حيث اختار مسؤولها الاعتماد على مدرب من داخل المنظومة الوطنية، وهو محمد وهبي الذي قاد منتخب المغرب لأقل من 20 سنة للتتويج بكأس العالم للشباب خلال البطولة التي أقيمت في الشيلي شهر أكتوبر الماضي. وينتظر أن يخوض محمد وهبي تجربة جديدة مع المنتخب الوطني الأول في خطوة تعتبرها الجامعة امتداد السياسة لاعتداد الكفاءة الوطنية التي أثبتت حضورها في مختلف الفئات العمرية. إخواني، وصلنا إلى نهاية الفيديو، إلى حلقة قادمة إن شاء الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.